رجعنا لكم أصدقائي وأحبابي بحلقة جديدة وشغلة جديدة. شغلتنا لليوم شغلة كتير مهمة تبني أنفسنا وأكيد طبعا مستقبلنا. شغلتنا لليوم ذكرها الله بالقرآن ووصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وشغلتنا لازم الكل يشتغلها مشان يتعلم المسؤولية وقديش هذا الشغل بتعب. قبل المعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون الرسول. شغلتنا لليوم معلم معلم أستاذ. يلا خلونا نروح مع بعض نشوف. مرحبا مس إسراء. أهلا ترنيم، كيفك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ تمام. طبعا مس إسراء سمور غنية عن التعريف لأنها درستني ودرست بعض النجوم. مس إسراء عرفيها عن حالك أكثر. أوكي، أنا إسراء، مس إسراء سمور، معلمة لغة إنجليزية، إلي 6 سنين في مدارس الحصاد التربوي. طبعا هاي المدرسة موجودة في طريق المطار في عمان، طريق المطار خلف جامعة البتراء. مدارس الحصاد التربوي مدرسة كثير كبيرة، فيها تقريبا ما يقارب 5000 طالب، بتضم العديد من النجوم والموهوبين. طبعا هي تبدأ من الحضانة لحتى التوجيهي. طبعا احنا عندنا هون في الروضة مساحة الصف الواحد 70 متر، كل صف فيه وحدتين خدمات. احنا هون في الروضة كل صف مجهز بنظام الأركان اللي أنا هلا رح أشرح لكم عنه. طب بس خلونا نروح مع بعض نشوف الأركان. أكيد. طبعا احنا هون عندنا ركن المنزل او ركن المعيشه، احنا حاطين فيه المطبخ. هون الاطفال بيمارسوا حياتهم اليوميه، ممكن كمان انهم يلعبوا كانه لعبه بيت بيوت، هاي الاطفال الصغار اللي بيلعبوها. هون عندنا ركن البناء والهدم، ركن المكعبات البناء والهدم، بيبنوا الاطفال بشكلوا فيها اشكال. عندنا هون ركن الدراما، طبعا هذا المسرح العاب دمى، هون الاطفال ممكن يطلعوا يعملوا مسرحيه او يشرحوا شغله اخذوها مثلا. هون عندنا ركن الهدوء والكتابه. ركن الهدوء في قصص واشياء ممكن الطفل يقعد يقرا فيها. وهون ركن الكتابه والفن، طبعا مجهز بكل ادوات الفن والهدوء، يعني بيقعد الطفل هون بيقرا وبيكتب. يلا مس نروح على الحصه. يلا. السلام عليكم. أنا هلا بدي أتركك مع الطلاب وتكوني أنت معلمة وأنا أقعد مكانهم وأحس الشعور كمان مرة. اوكي تمام؟ اوكي. وهلا يا حلوين يلي رح يجاوب اول رح ياخذ مني ستيكرز. اوكي يلا نبلش. What's this number؟ مين جاوب اول؟ أنا. اوكي خلينا ناخذ نمبر ثاني. What's this number؟ نمبر مس إسراء ليش ما بتشاركي؟ أسمي. اوكي. مس إسراء. Number 16. Yeah, it's mine. What's this? أصدقائي وهلا إجاءت النصائح. قبل ما أختم، أول نصيحة معنا بتحكي إنه إحنا دائما لازم نكون متعاونين مع الأستاذ وما نكون عبء عليه، سواء كان بالواجبات أو بالتعاون داخل الصف. ثاني نصيحة معنا بتحكي إنه التعليم إشي كتير مهم وحلو بنفس الوقت، بإنه هو لا عقاب ولا هم، لأنه في دليل كتير كبير هو بالقرآن: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. طبعا هاي الآية دليل كبير على الإشي اللي بحكي لكم إياه. وثالث نصيحة معانا بتحكي إنه إحنا لازم دائما نكون متعاونين مع زملائنا وأصدقائنا داخل الصف. أصدقائي وهلا انتهى الوقت، وأكيد طبعا فقرتنا ما بتنتهي لأن العلم دائما بيكون معنا، وأتمنى تتابعونا على مواقع السوشيال ميديا وبشغلات جديدة. باي.